لكل شخص بيحب زيت رح لك اياه، بتمنى انك تنفذه. صديقي في المدرسه عمل اعلان عندي على قناته على اليوتيوب، وراح تلاقوا رابط قناته تحت بالتعليقات المثبته، روحوا افزعوا له وحطوا له اشتراك واكتبوا له من طرف زيت. يلا بتبيض وشي فيكم يا اخوان. بس هيك مشاهده ممتعه. اوكي يا اخوان، حسب طلب المتابعين، وبتعرفوني انا زيد مستحيل رد متابع وقول له لا. طلبوا مني يا زيد بدنا اياك تعطينا رايك عن تكنو سبارك 20 برو، وبحس انه فيه ومن خلال تجربتك له اعطينا رايك عنه. طيب فانا بهذا الفيديو راح اقول لك عن تكنو سبارك 20 برو، اقول لك عن تكنو سبارك 20 برو، هل كويس في الالعاب ولا لا، وهل يوجد لاك وتقطيع فيه ولا لا. طبعا بعد ما تاخذ الحكي مني ما عاد تاخذه من يوتيوبر ثاني، لانه بصراحه انا راح لك اياه مدروس بالميلي وعلى الليبرا. فلو حاب تعرف عن تكنو سبارك 20 برو ميزاته في الالعاب، بس للالعاب ما راح لك الكاميرات، ميزاته في الالعاب، فتابع الفيديو للاخير مشان تستفيد. ولا تنسى اللايك والاشتراك، قربنا ل 3000 مشترك. وبس هيك مشاهده ممتعه. راح لك كمان كم فريم بيدعم، وهالفريماته مستقره وثابته مثل باقي الاجهزه الاقتصاديه، وكم سعره. راح طلع لك سعره بكل الدول، يعني من سوريا وانت طالع، من العراق وانت نازل، راح طلع لك سعره بنهايه الفيديو بكل الدول، مقيمه انه سعره موثق بكل الدول. بالاخير راح طلع لك السعر تبعته. نحكي بهذا الفيديو عن اهم الاساسيات اللي ممكن نحتاجها نحن في الالعاب، مو بالكاميرات والتصوير، لا في الالعاب فقط. يعني كم حجم بطاريته، انه كم بتشيل في الالعاب البطاريه، كم حجم الشاشه المعتزه لانه كم اصبع فينا نلعب فيه، شاشه مهمه، كم المعالج، بالمعالج كثير بيعتمد على اساسياته مثل سلاسل الالعاب، كم الرامات، كم مساحه التخزين، وهيك امور نحن راح نحتاجها. وكم مثلا عدد ترددات الشاشه، في شاشه بتدعم 60 هرتز، 90 هرتز، 120 هرتز. رح نعرف في كل هي الامور، لانه بصراحه الامور اللي ذكرتها انا كل هي الامور بتعتمد بس للالعاب، غير على الكاميرات ورحلك على البكسل وكذا، لا بس للالعاب فقط. الفيديو يا اخوي رح يتقسم لكتير اقسام بحيث انك تفهم علي شو بدي احكي انا. فخلينا نبدا باول قسم واللي هو المعالج هو ميديا تك هيلو جي 99. بصراحة يا اخوان المعالج كتير قوي. من قوة هذا المعالج في عالم بتفكر انه بيدعم 90 فريم و120 فريم، ايه هيك بيفكروا، بس لا يا صديق العسل، هذا بيدعم معالجه 40 فريم، بس مو اي 40 فريم مثل ما انت عم تفكر فيها. هذا 40 فريم لا، 40 فريم ثابتين. يعني شايف السم والطلقة مثل السم والطلقة. شايف اول ما بتنزل بالمود في كتير اجهزة بصير فيها لاج، بتعرف انت اجهزة ال 40 فريم اول ما بتنزل بالمود كتير بصير فيها لاج، بس هاد عكس هذا الشيء، انت بتنزل بالمود بيزيد سلاسته اكتر واكتر. خدها مني عمل لك الحكي اللي عم بحكي انا موثوق 100%. خدها مني. زيد عم بيقول لك او ما بتنزل بالمود بدل لا يعلق بيزيد سلاسته اكتر من قوه هذا المعالج. هلا هيك خلصنا من المعالج، وخلينا ننتقل للمرحله الثانيه او للقسم الثاني واللي هو البطارية. واللي هي البطارية كتير مهمة وكتير عالم بحث بخصوص البطارية. بتجينا هون البطارية بحجم 5000 ملي امبير 33 واط، يعني تدعم الشحن السريع. بتشيلك هون البطارية. احكي لك بس على الجيمنج، كنت ما لكم بالفيديو رح احكي لك بس للالعاب، هالفيديو موجه بس للالعاب، عم بحكي لك عن هذا الجهاز. هون البطارية بتشيلك حوالي 5 ساعات ونص 6 ساعات تقريبا، 5 ساعات ونص ل6 ساعات تقريبا بتشيلك هاي البطارية بس للألعاب. يعني شو متوقع منك جهاز اقتصادي هيك سعره ويقدم لك الأمور هاي؟ يعني بشيلك 5 ساعات، وبدك يالي يفلل إذا من 0 ل100 بياخد حوالي ساعة و40 دقيقة، ساعة و30 دقيقة، يعني ساعة ونص، ساعة و20 دقيقة، ساعة و40 دقيقة، بس ما بيقطع الساعتين ليفلل. يعني بيدعم الشحن السريع. والشيء الثاني والميزة الثانية الرهيبة إنه بيشيلك بالألعاب حوالي 5 ساعات ونص ل6 ساعات. هي إذا ما الله كذبني، على حسب ما جتني التسريبات بشيلك بالببجي حوالي ال5 ساعات تقريبا. خلينا يا صديقي العسل ننتقل للقسم الثالث او للجزء الثالث واللي هو كم حجم الشاشة وكم هرتز بتدعم. جينا هون الشاشة بحجم 6.78 بمعدل 120 هرتز اي بي اس ال سي دي. يا محمد الشاشة ما احلاها يا اخوان. الشاشة هون فينك تلعب عليها وانت مرتاح 6 اصابع، وخدها مني بتلعب عليها 6 اصابع وانت مرتاح، بس ما حد بيلعب 6 اصابع على موبايل مشان تقدر انك تتحكم فيه، فبتلعب عليه 5 اصابع وانت مغمض عيونك ومرتاح. وبتجينا ب 120 هرتز. لا تفكر انه بيدعم 120 هرتز يعني 120 فريم، لا، يعني سلاسة الشاشة والوان الشاشة واستجابة الشاشة راح تكون بسلاسة ال 120 فريم يا محمد. يعني شايفين استقلالية الفريمات راح تكون رهيبة عليه، راح تكون رهيبة، راح يقدم لك اداء وسلاسة ال 120 فريم، يعني سلاسة ال 120 هرتز اللي هو خلصني بالي. المهم الشاشة بتجينا ب 120 هرتز، هذا الشيء كتير عظمة
وكتير عظمه وكتير شيء حلو. يعني شو بتوقع من شاشه 120 هرتز وبتجينا بحجم 6.78. هذا شيء جدا ممتاز وبتلعب على 5 اصابع وانت مرتاح. خلينا يا صديقي العسل ننتقل للقسم الرابع واللي هو المهم، كم مساحه التخزين والرامات. تجينا هون الذاكره بحجم 256 جيجا بايت بعدد رامات 8 جيجا بايت. هذا شيء كتير عظمه. يعني شوف وفروا لك ذاكره كتير عاليه ووفروا لك رامات كتير عاليه، يعني شيء ممتاز مقابل السعر على هذا الجهاز. فالرامات جدا ممتازه وراح تساعد المعالج كمان. هلا شوفوا كتير بتعتمد موضوع المعالج مع الرامات. المعالج راح يقدم لك الاداء مثل ما قلت لك بالفيديو، وهلا عم اقول لك الرامات راح يساعدوا يقدموا لك هذا الاداء راح يقدمه المعالج تماما. والذاكره كمان راح تفيدك في التصوير والالعاب. يعني يعني فينك تملي الجهاز وتضحك عليه وتلعب عليه واللي بدك اياه وتمليه وتخبص فيه، انت اللي بدك اياه بتعمل فيه. ذاكرته كتير عاليه 256، عود ومراح فيه وسباح فيه واللي بدك اياه. وهلا يا صديقي العسل موضوع السعر، راح طلع لك هلا السعر موجود بكل الدول، يعني ما في داعي تروح تبحث، راح طلع لك هلا صوره وموثق عليها كل الدول والسعر تبعت هذا الجهاز. اي السعر مشان لا تنخروا راسي تحت بالتعليقات بكل الدول. وقف الشاشه وشوف الدوله اللي عايش فيها وشوف السعر اللي منطرح بدولتك. وبس هيك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.